عندنا موضوع أيضا حساس، وأنا ما أريد أن أتكلم كطرف لكن أنبه عليه. موضوع أشغل العالم كله اليوم. أشغل العالم، أشغل العالم، دول الغنية والفقيرة، العربية وغير العربية، الإسلامية وغير الإسلامية. ما في بيت اليوم إلا يتحدث عن هذا الموضوع. أي موضوع؟ موضوع ما يسمى بكاس العالم. في بيت ما دخل كاس العالم تلقون بعض الناس اليوم الفقراء اللي قاعدين في مزارع فلاحين حاطين شاشة ودش ويتابعون كاس العالم. يخوت في البحر حاطين شاشة وكاس العالم. ما بقى إلا الناس اللي بالفضاء اليوم اللي يروحون الفضاء بعد ينقلون لهم كاس العالم. ايش صاير بالدنيا؟ العالم كلها تتابع كاس العالم. أنا ما قاعد أحلل وأحرم. الآن القضية مو قضية والله اللعب، لعب الكرة حلال، مشاهدة المباريات حلال، الإنسان يشجع رفيجه وصاحبه ما فيها شيء، في النهاية مباحات. ما نتكلم عن الكرة لذاتها، لكن نتكلم عن بعض المحاذير اللي قاعدة تصاحب كاس العالم اليوم، والعاقل يفهم والعاقل يتجنب هذه المحاذير. وقبل ما نقول هذه المحاذير ننبه أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر في القرآن والميسر، ليش حرم الخمر والميسر؟ ذكر الرب عز وجل 3 أسباب من أجلها صار الخمر والميسر حراما. شنو الأسباب ال3؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. 1، تصير بسبب الخمر والميسر عداوات بين الناس. هل هذا صاير بمباريات الكرة العالمية والمحلية والدولية ولا مو صاير؟ أنت فتش، أنت اسأل نفسك. شعوب كاد يصير بينها قتال، دول إسلامية وعربية إلى اليوم القطيعة بينها. عشان شنو؟ عشان مباريات كرة قدم. احنا نذكر ولازلنا نعاني إلى اليوم بعض دول الخليج كانت تصير بينها خلافات، الواحد ما يقدر يسافر في أيام لأن مباريات بين هذه الدول قائمة. طيب الناس ليش تختلف؟ وليش العداوات يصل الأمر في بعض الدول إلى قتال وإلى سفك دماء وإلى ناس تموت وإلى ضرب بالأيادي وإلى نزف في الدماء؟ كل هذا عشان شنو؟ يا جماعة عشان مباراة. أحيانا يدخل الجمهور على اللاعبين ويدخل الشرطة ويبدأ الضرب وما يمر 2-3 إلا الأخبار تحط لكم هذه الصور. السؤال، هل صاير في مباريات كرة القدم عداوات بين الدول ولا ما في؟ هذا 1. 2، قال ويصدكم عن ذكر الله. اليوم المشكلة كاس العالم يا جماعة، مو نص ساعة، مو ربع ساعة. أقل واحد بيتابع اليوم بيطالع مباراتين، والمباراة باستراحتها بالوقت الضايع تاخذ 2 ساعة. يعني أقل واحد بيضيع اليوم 4 ساعات علشان كاس العالم باليوم. احسب شهر 4 في 30 يوم. يا الله، عشان شنو؟ هذا غير اللي يطالعون التحليلات واللقاءات، وغير اللي يطالعون الإعادة. ما شاء الله على بعض الناس يطالع المباراة على الهواء ويطالعها بالإعادة ويطالع لقطاتها ويطالع. هذه مباراة الوحدة. تخيل لو كل يوم مباراتين وأحيانا 3 مباريات في اليوم. والأوقات التي تضيع ترى ليست يعني بلا ثمن. هذه كلها سيسألنا الله عنها. أنا ما قاعد أحرم، لكن قاعد أقول لك انتبه، لا تكون غافل تركض وراء كأس العالم وأنت ما تدري عن المحاذير هذه. 3، قال وعن الصلاة. يعني 3 أسباب الله حرم فيها الخمر: عداوة، تلهي عن ذكر الله، وتلهي عن الصلاة. صاير بعض الناس اليوم للأسف علشان الوقت الضايع أو البلنتيات أو هذه الآن الهجمة. يا أخي أذن المؤذن، إن شاء الله دقيقة بيقيمون إن شاء الله، بس الهجمة هذه ما بقى لها 3 دقائق. يا أخي قاموا وصلوا. يا أخي نصلي في البيت. ضيع الصلاة علشان شنو؟ مباراة يسمونها كاس العالم. شوف الواجبات اللي قاعدة تضيع، شوف الزوج اللي مهمل زوجته هالأيام، شوفوا الناس اللي سهرانين في القهاوي، شوفوا الناس اللي مهملين بيوتهم وأسرهم وعيالهم لا، اليوم نسمع بعد عن زوجات يتابعون، عن حريم يتابعون. يمكن الرجال يسألها زين العشاء إن شاء الله، بس أنا طالع مباراة، مو ناقص إلا الزوجة بعد تهمل زوجها أو الزوج يهمل زوجته، والسبب مباريات لكأس العالم. أنا شوفوا، أنا ما قاعد أحرم ولا أحلل، لكن قاعد أقول لك محاذير وأنت احكم بنفسك. فوق هذا كله شوف عقيدة الولاء والبراء شلون تهدمت على صخرة كأس العالم. الأصل في المؤمن أن قلبه ما يحب الكافرين، وأن قلبه ما يبغض المؤمنين،
ما في بغض تام ولا حب تام. وأشد وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. اليوم عيالنا عشقهم، غرامهم، حبهم للاعبي، يمكن يهود، نصارى، يمكن بوذيين، يمكن ملحدين، يمكن ما عندهم دين، يمكن يسبون الله صباح مساء، حبهم لهؤلاء اللاعبين صار ترى شيء مو طبيعي. شوف صورهم على دفاترهم، على فنايلهم، في غرفهم. ولو تسأل عن كل حياتهم الشخصية، هذا اللاعب يعرفها، هذا بكم ثمنه، هذا كم رقم فنيلته، هذا شنو يلبس، هذا شنو ياكل، هذا متزوج ولا مو متزوج، هذا صارت عنده مشكلة، هذا كم ولد عنده، الله الله يعرف كل شيء. اسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، من زوجاته؟ ما أدري. بعدين يقول أنا أحب الصحابة، أحب الرسول، أحب آل البيت، ما يعرف عنهم شيء. آل بيت النبي ما يعرف عنهم شيء. آل بيت النبي الذين طهرهم الله عليهم السلام ما يعرفهم. العشر المبشرين بالجنة ما يعرف، لكن العشر الأساسيين في منتخب مثلا فرنسا يعرفهم كلهم. ولهذا المشكلة أنا قاعد أقول لك إنه مو فقط في كأس العالم، إحنا ما نتكلم عن كأس العالم ككأس عالم، أتكلم عن ثقافة أمة. والمصيبة أن جاء كأس العالم اليوم في وقت الاختبارات. صدق الأمر مو مقصود، لكن للأسف كل اختبارات كل سنة، مرة كأس ما أدري شنو، مرة دوري للفرق، مرة مجلس التعاون، مرة كأس الدول العربية، مرة آسيا، مرة أولمبياد، مرة. شوف كل سنة وقت الاختبارات الطلبة مشغولون بنوع من أنواع المباريات. دعك من هذا كله. المصيبة اليوم حتى في نقل الحي لكأس العالم، شوفوا اللقطات التي تبث وتنقل من الجمهور، ما تخلو مباراة تقريبا إلا من لقطات، ويتعمد أحيانا بعض المصورين لأخذ اللقطات الفاضحة، والإنترنت مليء بهذه الصور. طبعا يتعمدون، يعتبرونها يعني فرصة وسبق إعلامي بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لنا قلة أدب وقلة حياة. ينقل صور لبعض النساء شبه العاريات يرقصن، وبعدين يقول يا أخي مباراة. ما أقول لك مباراة، أنا ما أتحكي عن كشف الأفخاذ تقول لي هذه والله يا شيخ فيها خلاف ولا تتشدد أقول لك يا أخي قاعد يعرض صور لنساء شبه عاريات، كل دقيقتين ثلاث لازم صورة على الجمهور. وهذا الآن أغلب القنوات الرياضية تفعل هذا الفعل. السؤال، هل هذا حلال ولا حرام؟ ما تحكي عن المباراة، تحكي عن اللقطات هذه. بتقول لي غض البصر، أنت متعمد قاعد طالع، أنت ساعتين أمام الشاشة. ولهذا أنا أقول لك انتبه للمحاذير التي تصاحب كأس العالم. الساعات التي تذهب، والله لو تجلس مجلس ما في ذكر لله سبحانه وتعالى لكان عليك يوم القيامة حسرة وندامة وترى وندم يوم القيامة على جلسة جلستها ما فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. في أعظم من ساعتين ما فيها حتى ذكر الله عز وجل. شوف الناس، أنا أتعجب من بعض العرب، بعض أهلنا، بعض جماعتنا، بعض المسلمين اللي قاعدين يتهاوشون علشان الدولة الفلانية غلبت الدولة الفلانية، ولا صراخ، لا أحيانا يشتمون بعضهم. يا أخي لا درت عنكم لا هذه الدولة ولا هذه الدولة، لا، ويمكن أحيانا حتى يمكن يكرهونا، يمكن يغلطون علينا، والواحد فينا أحيانا قاعد يتحمس لهم وقاعد يذبح نفسه علشانهم، وقع صابع علشان شنو؟ أنا ترى مو كلامي هذا لأجل أني والله أمنع الناس من شيء أحله الله أو أحرم عليهم ما أحل الله لهم، لا، أتكلم عن واقع. وأنت إذا كثرت السلبيات في أمر وكثر الشر فيه يأخذ هذا الحكم. آخر شيء وأبسط شيء هذا قاعد يصير في كأس العالم اليوم، القمار، المراهنات على فوز الفرق. ادخل السحب، شارك، سعر الرسالة 500 فلس ولا شيء. شنو 500 فلس؟ شارك قد تربح سيارة، تربح 10,000، تربح كذا وكذا. هذا شنو حكمه؟ هذا الميسر بعينه، هذا القمار. يعني ما يكفيهم ما صاحب تلك المباريات من محرمات، دخلوا لنا فيها بعد ما شاء الله عليهم حتى الميسر. وللأسف لا أحد قاعد يمنع، ولا دولة قاعدة تنظم، ولا فتاوى وزارة الأوقاف يؤخذ فيها في هذه الرسائل. يا جماعة هذه دولة الحمد لله ديننا الإسلام إحنا، وهو مصدر رئيسي في التشريع عندنا. هذه الرسائل الآن اللي قاعدة تجمع فلوس الناس وتقص عليهم وتعطيهم شوية ويخسرون الباقي.
إقمار ولا مو إقمار؟ طيب إذا إقمار شلون سامحين فيها وزارة التجارة؟ هذا سؤال فقط أوجهه للدولة. هذا كله يصاحب كأس العالم وغيرها من المباريات والكؤوس. الأمر أكبر مما نتصور. أنا مو جاي أحرم ولا أحلل، لكن أقول لك انتبه أيها المسلم العاقل، وقتك أثمن من أن يضيع في هذه التفاهات.